ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ انا النهارده كده طالع اتكلم معاكم بخصوص حيله مبادئ النادي الاهلي والشعارات الكدابه دي. اول حاجه بس، يعني شكرا طبعا لكابتن بيبو ان هو عمل موضوع صفقه امام عاشور. هي طبعا كصفقه كفنيه يا جماعه، طبعا صفقه ممتازه، يعني النادي الاهلي هيستفيد منها، واللي يقول غير كده لا يبقى ما بيفهمش كوره يعني. فشكرا لحضرتك ان انت عملت الصفقه دي، عشان انت كده رسمي. نظمي فهمي اثبت للجميع ان النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها عنده مبادئ او كرامه او الكلام ده كله، لا، في حاجه اسمها اللي تلعب له اكسب له. خلاص تمام، انت او يعني كنادي اهلي جبت صفقه ممتازه تمام، لكن الصفقه دي هدت رسميا اللي هو ايه، الحاجات المزيفه اللي انتوا كنتوا بتقعدوا ايه، او الشعارات الوهميه اللي انتوا كنتوا قارفيننا بيها. خلاص كده مش عايز بعد كده اهلاوي يجي يقول لي اصل احنا عندنا مبادئ. لا حبيب قلبي، انت ما عندكش مبادئ. انت عندك مبادئ، كنت حاجات كتير جدا ما عملتهاش، اولها صفقه امام عاشور. فما تجيش تقول لي